السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا ترى وحشتكم ولا لأ؟ هنشوف. سبحان الله، دايما دعوة المظلوم مستجابة. صاحبة القصة دي بقى دعوتها استجابت على طول، والقصة دي حقيقية 100%، لأنها حصلت مع واحدة قريبة مني قوي. خليني ما اطولش عليكم ونبدأ في تفاصيل القصة. كان في واحدة اسمها هبة. البنت دي كانت طيبة جدا، وكانت من وهي صغيرة شقيانة ومتعودة على الشغل. يعني من وهي في تالتة اعدادي مثلا او اولى ثانوي كانت بتشتغل. وعلى فكرة امها كانت ما شاء الله عليها مرتاحة ماديا، بس كانت دايما سايباها تشوف الحياة وتتعلم ان الحياة مش سهلة، وتتعلم من المواقف اللي هتحصل لها في الشغل. المهم هبة كانت مشكلتها ان اي حد يكلمها وحش في الشغل تسيب الشغل على طول وما تفكرش ازاي تحل الموقف. كانت دايما تقول انا كده كده مش محتاجة الفلوس، ايه اللي يخليني استحمل حد يكلمني بقلة ذوق. واتنقلت من شغلانات كتير قوي، ومعظمهم ما كانتش بتكمل معاهم. امها كانت دايما تقول لها اللي انت بتعمليه ده اسمه هروب. اتكلمي وحاولي تحلي الموقف وتعلمي الصبر وتكوني لبقة واكسبي اللي قدامك، عشان يا بنتي لما تتجوزي تعرفي تمشي امورك، او حتى لما تتحطي في موقف في الحياة تكوني عارفة ازاي تحلي المشكلة. اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. بس هبة ما كانتش بتسمع الكلام، ومفيش فايدة. بالعكس، ده كان في ناس بتضحك عليها وبتستغلها. المهم عدت السنين وما شاء الله خلصت الدراسة وتقدم لها واحد معرفة، بس الناس دول كانوا من محافظة تانية، كانوا ناس كويسين والحمد لله. وتمت الخطوبة، وبعدها تمت الجوازة، والحمد لله الحياة كانت ماشية معاها. ساعات طبعا كان بيحصل خلافات كتير قوي، بس الدنيا كانت ماشية. من حوالي بقى 5 أو 6 سنين كده هبة كانت معاها بنوتة، وكانت البنوتة دي صغيرة لسه خالص، وكانت حياة جوزها بسيطة على قده. هبة كانت معظم الوقت زهقانة ومفيش حد من أهلها جنبها، كان بينها وبين أهلها حوالي 7 ساعات سفر. ففي يوم قالت لجوزها أنا عاوزة أشتغل من البيت، أضيع وقتي وفي نفس الوقت يجيلي فلوس. قال لها طب هتشتغلي إيه في البيت؟ قالت له هشتغل مسوقة ملابس، هشوف أي محل ملابس أو مصنع أو أي تاجر وهسوق له منتجاته وهاخد العمولة. قال لها خلاص ماشي. وفعلا هبة بدأت إن هي تبحث على النت على شغل، ونزلت كمان منشور على جروب المحافظة اللي هي عايشة فيها. بعدها لقت واحدة ردت عليها، ودي كانت اسمها أسماء، وقالت لها خلاص تعالي واشتغلي معايا. فهبة قالت لها خلاص ماشي، بس ايه تفاصيل الشغل؟ قالت لها أسماء بصي يا ستي، أنا شغالة مع كذا تاجر جملة، بسوق له قطاعي، واللي عاوز حاجة بطلبها وباخد عمولتي، وانتي كمان عمولتك هتكون 20 جنيه. قلت لها ماشي، وبدأت تبعتلي صور أنزلها على جروبات المحافظة اللي أنا عايشة فيها. والحمد لله الناس بدأت تطلب، وبدأ يكون في شغل بيني وبين أسماء، فبالتالي بدأ يكون في تعارف وكلام. هبة كانت بنت طيبة قوي، وبيضحك عليها بأي كلام طيب، وأسماء كانت بنت كلامها حلو وعرفت تضحك على هبة بالكلام. ففي يوم هبة قعدت تحكي لأمها في التليفون على أسماء، وقد إيه إن هي بنت جدعة وبنت جميلة ومبسوطة إن هي اتعرفت على حد زيها، لأنها ما كانتش تعرف حد في المحافظة اللي هي عايشة فيها. أمها قالت لها وماله يا بنتي إن انت تتعرفي على حد، بس أهم حاجة ما تحكيش لحد عن حياتك، ما تعرفيش بكرة يا بنتي مخبيلك إيه، ولا تحكي عن جوزك ولا بيتك. سامعة يا هبة؟ هبة سمعت كلام أمها. المهم يا جماعة الخير، هبة قالت أنا بقى عاوزة أشتغل لحالي، أشوف لي تاجر جملة واشتري منهم وابيع واحط المكسب براحتي. فكلمت أسماء وحكت لها إن هي عايزة تشتغل لحالها وتحط مكسبها براحتها. أسماء قالت لها دي فكرة حلوة قوي. قالت لها خلاص هكلم لك التجار اللي أنا بشتغل معاهم، وعشان انتي صاحبتي وحبيبتي مش هاخد منك أي عمولة، وهديكي بنفس سعر التاجر. هبة قالت لها طيب ما تديني نمرة التاجر واتعامل أنا معاه على طول، طالما كده كده هتديني بنفس سعره. أسماء قالت لها لا، أنا هبعتلك كل حاجة عاوزاها. هبة كانت مستغربة بس كانت بتكذب نفسها، وقالت يعني هي هتكذب ليه؟ يعني خلينا نبدأ في الشغل وربنا كريم. المهم هبة بتقول الحمد لله ربنا كرمني والناس بدأت تعرفني. وفي يوم لقيت زبونة بتقولي تعرفي توفريلي لبس رجالي جملة؟ قلت لها ان شاء الله. وطلبت ما شاء الله كمية كبيرة قوي، حوالي ب3000 أو 4000 جنيه، والسعر ده على فكرة من 6 سنين كان يجيب حاجات كتير قوي. المهم كلمت أسماء وقلت لها في واحدة زبونة عندي طالبة رجالي،
وانا كنت اصلا شغاله في الاطفال. فقلت لها يا اسماء تعرفي توفرهولي جمله؟ قالت لي اه طبعا هوفرهولك. قلت لها خلاص، وفعلا طلبنا الاوردر وبعت لها كل الفلوس اللي الست بعتتها لي. كنا دايما متعودين ان الحاجه بتيجي خلال يومين او 3 بالكتير قوي. صبرت 4 ايام ومفيش حاجه جت. الزبونه بدات تكلمني، اقول لها حاضر هكلم اسماء. اكلم اسماء تقول لي حاضر هكلم التاجر. تكلم التاجر ما بيردش. فضلنا على الحال ده لمدة أسبوع، وأنا بدأت أعصابي تتعب وأخاف، والزبونة عاوزة شغلها ومش عارفين نعمل إيه. لحد ما لقيت أسماء كلمتني بتقولي الحقيني يا هبة، الحقيني التاجرة عملت لي بلوك. قلت لها يا لهوي يا أسماء، طب هنعمل إيه دلوقتي؟ ده فلوس الست كتير وإنتي هتدفعيها إزاي؟ لقيتها قالت لي قولي بس للست معلش إنها تصبر عليا، وأنا حوالي أسبوع وهسدد لها الفلوس كلها، بس بالله عليك خليها تصبر عليا. وانا بقى من غبائي رحت قلت لها طيب بصي يا اسماء، عشان الست برضو عاوزة تشتغل وانتي يا عيني ما تضغطيش نفسك، انا هدفع الفلوس للست من معايا وانتي سدديلي الفلوس براحتك. فضلت بقى ربنا يبارك لي فيكي يا هبة، ما تحرمش منك يا هبة، انتي خير صاحبة يا هبة، وربنا يجعلنا سند لبعض في الغربة، وكلام بقى ايه طيب كتير، وصاحبتكم فرحانة قوي. وفعلا سددت الفلوس كلها بدل أسماء، واستنيت بقى لما أسماء تديني الفلوس. بعدها بيومين لقيت أسماء بتتصل عليا وهي فرحانة قوي وبتقولي يا هبة الحقي، الحمد لله الناس ردوا عليا، وأتاري كان عندهم مشكلة فما كانوش عارفين يردوا على الزباين. فكلمي بقى الست وقولي لها الأوردر بتاعك جاهز. قلت لها يا أسماء مش عارفة الست هتوافق ولا لأ، عامة أنا هكلمها وأشوف. كلمت الست فعلا وقالت لي لأ معلش يا هبة أنا اشتريت خلاص. قفلت معاها وكلمت أسماء قلت لها يا أسماء الست اشترت، قولي للتاجرة بقى ترجع لنا الفلوس. ولقيت دي مرة واحدة اتحولت وبتقولي فلوس ايه اللي ترجع؟ التاجرة ما بترجعش فلوس. فقلت لها يعني ايه ما بترجعش فلوس؟ طب الفلوس دي هنعمل فيها ايه؟ قالت لي خلاص يا حبيبتي اطلبي بدل الست. قلت لها اطلب ايه يا اسماء؟ ما انت عارفه ان انا ما بشتغلش في الرجالي، وان شغلي وزبايني كلهم بيطلبوا اطفال. قالت لي مفيش مشكله، برضو هي عندها اطفال، اطلبي اطفال. قلت لها يا اسماء لو سمحتي انا مش عاوزه اطلب، انا عاوزه فلوسي. قالت لي معلش مفيش فلوس بترجع، يا تطلبي بدلها يا تستعوذي ربنا في الفلوس. اسلوبها كان وحش جدا جدا، وكأنها اتحولت من شخص لشخص. انا ما كنتش عارفه اتكلم من كتر ما انا مصدومه من ردة الفعل. فمن كتر صدمتي وان صعب عليا نفسي فقلت لها يعني ده جزيتي ان انا وقفت جنبك، لبستيني انا في الاخر الموضوع. لقيت دي بقى فتحت مرشح وقعدت تقول لي انت هتذليني، انت هتعايريني يا حبيبتي، محدش ضربك على ايدك، انت اللي عملتي نفسك فيها جدعه قوي وشهمه، انا ما طلبتش منك انك تسدي لي الفلوس، انت اللي اقترحتي من نفسك. خلاصة الكلام شوفي هتعملي ايه وردي عليا. ولحد هنا انتظروني ان شاء الله بكره لتكمله باقي القصه، وقولوا لي بقى يا ترى هيكون ايه مصير اسماء، وربنا هيرجع حق هبه ازاي. ومتاكده ان انتوا ان شاء الله هتنبهروا بالنهايه. يلا مستنيين ايه؟ فعلوا زرار الجرس عشان اول ما انزل الجزء التاني يوصل لكم الفيديو على طول.